يلا بص المنظر ده، هبشه الهاري فود. ده افجر سندوتش كلته يا جماعه. حطيت لي لحسه مع فرخه، يعني المفروض ان انا اكل بيها الدبوسه وبقيه الفرخه اروح بقى كده. اهلا بيكم في مقارنه احسن فرخه شوايه. فرخه شوايه اللي بتلف كده، مش اللي بتتشوي على الفحم. دي الفرخه الشوايه اللي بتبقى قاعده في فاترينها ازاز وبتلمع، والواحد بيشوفها ويقول لها نفسي اخدك في حضني. ما علينا، مش عايزين نطول. جايبين من 3 اماكن فرخه شوايه: ابن الشام، انس الدمشقي، والاغا اللي عامل قلق اليومين دول. ونسمي الله ونبتدي بابن الشام. وفرخه عند ابن الشام ب 388 جنيه وتوصيل 105، يعني توتال 500 جنيه. وجاي معاها ايه بقى؟ تعالوا نشوف. سلطات وصوصات، كل ده فري، يعني كل اللي انت هتشوفه يا صديقي هيطلع لك مع الفرخه. البطاطس المدوره اللي بحبها في ابن الشام. تعالوا نسمي الله ونفتح وهنوزن الفرخه. ايه منظر الفرخه عند ابن الشام؟ يلوي منظرها كان مجرم، والبتاع دي لازقه في كده اهو. تعالوا نسمي الله ونوزن الفرخه اللي احنا شاريينها ب 388 جنيه. منظرها مغري، منظرها مغري جدا. حوالي 900 جرام. لو حطينا دي، ما اعرفش انهي حته في الفرخه دي بالظبط، حد يقول لي يا جماعه، حد دارس فراخ؟ ده اول مره اشوف فرخه بديل. ده ديل فرخه؟ ايه ده؟ ايه ده يا ابن الشام؟ ديل ايه ده؟ ده ديل ايه يا جماعه؟ فقره مين دي؟ ايه ده؟ وليه الميه دي كلها؟ الميه دي كلها اللي في الفرخه انا مش هاكلها بالميه دي يا عزيزي. كل المطاعم اللي احنا جبنا منهم سوري، ما اعرفش هم اسمهم عندهم بقى فروجه ولا لا، ولا فروجه دي في الشرقيه مش تبع صح؟ الفروجه دي تبع ايه؟ السوريين. تعال نشوف يا صديقي الفرخه. عظمتها مسوده، ايه عظمه مسوده واللحمه مسوده يا ابن الشام. طيب تعال نشوف الدبوسه ونخليها. الدبوسه عظمتها معقوله مسوده شويه بس مش مشكله، نديها مره كمان. طيب هي مستويه كويس ولكن حاسس بسنه زفاره كده في الورك، مش عجباني، مش عجباني خالص. تيجوا نعمل هبشه الشربيني. تحياتنا للشيف الشربيني كما فعل في المطعم الفلاني، ما علينا. يلا بص المنظر ده، هبشه الهاري فود، هبشه الشربيني. الراجل طلع نص فرخه في المنظر ده. الشيف الشربيني ليه كل الاحترام والتقدير. يا صديقي قبل ما عايز اعمل السندوتش بتاعي، عايز اوريك. هي الفرخه الشوايه دي بتبقى مهريه سوا، مهريه خالص صح؟ ولكن ايه ده يا ابن الشام؟ هي مسوده عظمه بتاعت ده من الفرن دي، ولا هي اسودت؟ كانت هي ايه؟ الفرخه دي مش مريحاني خالص وانا مش مبسوط. تعال نسمي الله. بيجي معاها 2 توميه، 2 توميه عادي و2 توميه سبايسي و2 مخلل والعيش. هناخد طبعا الفراخ يا جماعه. الفراخ يا جماعه احلى حاجه تاكلها الفراخ المشويه بالتوميه، فكتر توميه، تديها كده توميه يا صديق. كتر ادي توميه كده، روق على نفسك على الاخر ماشي. وحط شويه توميه سبايسي من الناحيه دي، مش عايزين نكتر توميه عشان ما نتخنش. الطعم مع التوميه بقى حته محترمه قوي. مش عارف السوريين بيعملوا المخلل بتاعهم بيبقى مسكر ازاي، بحسه طعمه مسكر شويه. مع التوميه ظبطت الاكله ظابطه قوي قوي قوي، ولكن في سنه زفره موجوده بردك. خش على اللي بعده. ده نديله لحد دلوقتي 8 من 10 مقارنه باللي انا دقته. لسه بقى اللي جاي ممكن يكونوا اسوأ او احلى، هنشوف دلوقتي. وتاني واحد معانا انس الدمشقي، والفرخه عنده ب 405 و35 جنيه توصيل. وعايز اقول لكم الوحيد تقريبا اللي باعت رز، باعت طبقين رز، باعت عيش نفس طريقه ابن الشام. هنا 2 توميه بس، مش يعني 2، كان هناك بعت 2 توميه سبايسي و2 توميه عادي، هنا 2 توميه عادي وبس. انا بص اصلا الفرخه بتلزق كده في البتاع ماشي. والبطاطس هنا بطاطس صوابع، مش البطاطس المدوره. تعال نسمي الله. الفرخه ايه ماسكه في العيش، ودي حاجه مش حلوه خالص يا انس الدمشقي. وتعالوا نوزن الفرخه زي ما وزننا الفرخه هناك. لو هتطلب فرخه يا صديقي، انا حاسس ان دي اكبر شويه صح؟ على الميزان هيقول ايه؟ اقلها ازاي بقى؟ بس انا حاسس دي حجمها اكبر. طيب ممكن يا دود تفتح كده يا دودو وتروق علينا. نشوف ورك الفرخه المعوج. معرفش هي دي كان عندها كسر في رجليها. انتوا شايفين منظرها عامل ازاي؟ منظرها وحش يعني، ليه اصلا عوجينها كده؟ تعالوا نشوف من جوه ونسمي الله. عظمتها بيضه وقشطه وشاربه قشطه. تعالوا نسمي الله وندوق.
وللامانه التتبيله هنا غريبه شويه بس طعمها احسن شويه، يعني دي تتبيله وابن الشام تتبيله، ولكن عاجبني ان العظمه نضيفه قوي، يعني واضح ان نساير اللحمه نضيف، يعني لحمه الفراخ نضيفه. تعالوا ندوقها كده بالرز. الرز معقول، شوف البطاطس بتاعتهم، يعني نوع رديء يا انس يا دمشقي، نوع بطاطس رديء بجد، استغفر الله العظيم يعني. والرز حلو مفيش مشكله. تعالوا نعمل هبشه الشربيني الجزء الثاني. رغيف صغير ورغيف كبير. الراجل بتاع الفرن بتاعكم محتاج يظبط الدنيا. طيب قبل ما هنعمل كده عشان ما نعملش غلطه السندوتش الثاني، هناخد التوميه، وطبعا انت يبقى زود توميه عشان الفراخ ما تاكلش غير زي ما بقول لكم غير بالتوميه. كتر كده. وما احنا لو ضربنا هبشه الشربيني هتبوظ، انت بوظت لنا الفكره. تعالوا نعمل هبشه الشربيني. شيف شربيني الهبشه ما ظبطتش المره دي ليه؟ شيف شربيني والفرخه من جوه ايه؟ قشطه وشاربه قشطه. بص كده لحمتها نضيفه قوي صح؟ نعمل الساندوتش بتاعنا ونسمي الله. بص المنظر اصلا، حط صدر الفرخه عشان بيبقى لحمته ناشفه مع الصوص التوميه، هتحس انك عارف تبلع وتستمتع. ده احلى واحد فيهم كساندوتش، حاسس ان ايه ده؟ بص تعصر الساندوتش توميه نازله من كل حته، دلع نفسك. والتوميه بتاعتهم المره دي 10 من 10، المره اللي فاتت كانت توم زياده. وخش على اللي بعده. وتالت واحد معانا مطعم الاغا اللي عامل قلق اليومين دول، والفرخه عنده ب 385، واحنا اللي رحنا جبناها عشان كان في دليفري من مطعم شيرين بزون، المطعم العالمي بتاعي كان هناك، فقلت له عدى عليه بالمره. وطلبنا واحد رز لان ما بيديش رز مع الفرخه ب 45 جنيه، هو ده الرز. وتعالوا نسمي الله. وكويس ان ايه الضد كده شغال معانا وبيفتح. وكميه معالق وشوك ليس لها صاحب يعني. انا مش فاهم هو ليه بعت لي كل دي، ولكن تحترموا يا مطعم الاغا. ايه تغليف محترم ومنظر اكتر. يا ريتك كنت قلت لي ان الفرخه معاها رز، ما انت طلعت بتدي رز اهو يا عم. خليتني اشتري واحد رز ليه؟ يا بتوع الاغا مش كنتوا تقولوا للواد ان في رز هيطلع مع الاوردر؟ خليتوني اشتري واحد رز ليه؟ وبطاطس دي مش بتاعت فراخ اصلا، دي بتاعت سندوتشات برجر. تعالوا ندوق البطاطس عشان نحبط نفسنا من اولها. بطاطس معقوله ولكن مجلده. تعالوا نوزن الفرخه بتاعت الاغا. ادي نص وادي نص، وهنا اصغرهم. يا خساره يا الاغا، لانه بيقولوا عنك اقاويل انك جامد جدا. منظر رز مش عاجبني صح؟ ودي كوره رز. هل دي المفروض ان انت مصبعها لي ان انا اخدها اكلها على طول؟ يعني حضرتك مصبعها لي ان انا اخدها كده اكلها؟ يعني ليه مصبعها لي كده؟ ما علينا، هنعدي لك الحته دي، يمكن غلطه شيف. وجايب واحده توميه سبايسي فيها اقل من لحسه، يعني اللي عباها عندكم يا عزيزي يا بتاع البيك اب يا اللي واقف عند مطعم الاغا. احنا جبنا من فرع ايه؟ الدقي. فرع الدقي حاطط لي لحسه مع فرخه، يعني المفروض ان انا اكل بيها الدبوسه وبقيه الفرخه روح بقى كده، يبقى تعالى بكره. واحده توميه وتعبيتهم صغيره للحاجه يا جماعه، يعني املى شويه. خلاص انت اشتريت العلبه دي تحط فيها الحاجه يبقى تملاها شويه. وعلبه الطحينه بردك معرفش ليه منقصين منها يا جماعه. انا اصلا مش هيعجبني حوار الطحينه مع الفراخ دي، اللي فراخ سوري تتاكل بالتوميه، ودايما الفراخ المشويه تتاكل بالتوميه، ومش عايز اطول عليك. تعال نشوف ايه الورك ده. وتقريبا العظمه مسمره شويه، ونشوفها من جوه. لا العظمه نظيفه، والوحيده اللي جايه سخنه ايه؟ لهاليب ويحيح. تعال نسمي الله وندوق. بأمانة الله أطعم دبوسة كلتها وطعمها حلو قوي، من أول ما تلمس لسانك كده تحس بالانبساط. بص يا صديقي الفرخة الشواية قد إيه لونها ذهبي من بره. أنا قلت على أنس الدمشقي أحلى تتبيلة، ده أحلى منه. مش قادر أستحمل، مش قادر أخش على هبشة الشربين. وهو ما بعتلناش عيش، وبعت لنا عيش محمص اللي هو ملسوع في الشواية ده. وتعالوا ناخد هبشة الشربيني. هو الشيف الشربيني عمل كده عشان ما تتريقوش عليا، اتفرجوا على الشيف الشربيني، هو اللي عمل كده بجد. ولما يكون شيف شربيني راجل كبير في المجال احنا نتعلم منه ونقول له يا شيف تحياتنا ليك. بسم الله. ونحط التوميه بتاعتهم. نحط التوميه السبايسي وهي صيصه خالص، ومش عارف هي اول مره اشوف توميه صيصه. واللي انتوا شايفينه ده العلبه بجد، يعني العلبه اللي جايه مع الفرخه هم دول خلاص، ما فيش تاني يعني، حتى ما كفوش السندوتش يا الاغا. انتوا بخلة قوي في الحته دي. والرز مكلكع مش عارف ليه.
رغم ان الرز معجن بس طعمه حلو، مش بهزر ومش اعلان ليه بامانه الله، امام الله ولا يعرفوا ان انا طالب الاوردر. الرز بتاعهم معجن بس طعمه حلو، حلو بجد بامانه. طيب نقفل سندوتشنا الجميل. الصوص اصلا وانت بتقفله ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ ايه يا واد يا هاني يا فود يا عالمي يا ولا. طيب طعم الورك كان حلو على عكسهم كلهم. طعم الورك هنا حلو قوي، طعم الصدر دراي شويتين وحاسه متفل شويه، واضح قدامك اللي انا شفته. ولكن مع التوميه مع البتاع الساندوتش حلو قوي، يعني لما تحط التوميه وبتاع هتحس في لذاذه في الموضوع. ولكن زي ما قلت لكم ان الصدر مش حلو. بص كده المنظر من جوه، بامانه الله ما كنت شفتها، بامانه الله قبل ما اقول ما كنت شفتها. انا لسه متفاجئ زيكم اصلا، ما خدتش بالي ان المنظر ده من جوه. ده ايه؟ عظمه، المفروض ان دي عظمه. هي من بره نظيفه قوي، من جوه في حاجه تقريبا، ده ممكن بسبب التتبيله ما اعرفش. عايز اقول لكم مين بالنسبه لي يكسب. انس الدمشقي، بعديه الاغا، يجي بعديهم ابن الشام، وفي الاخر ثلاثه بردك معقولين الصراحه. عشان ما نظلموش لحمه الصدر بردك هنا نظيفه، لونها من بيد حلو. كان معكم هاني فود، سلام.